بسم الله. اليوم بدينا على حبيبنا النبي، صلينا بسم الله في حلقه جديده. سيب لي دماغك ويلا بينا ركز معايا كده. هقول لك على خطه كده كنا بنعملها علشان تفرق عن اي طالب في ثانويه عامه، لانك انت اصلا لما تيجي تبص لها كل الناس دي بتاخد دروس، كل الناس دي بتفهم وانا بفهم زيهم، كل الناس دي بتحل وانا بغلط زي ما هم بيغلطوا. طب انا عاوز افرق عن غيري، اعمل ايه؟ لازم تسمع للخطه دي. بس قبل ما نبدا الفيديو ده عاوزك تشير الفيديو ده لكل زمايلك وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفنا، ولايك على الفيديو ده، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا يا بطل. اسمع كده بقى معايا يا عم، في خطه كده صغيره كنت بعملها الفتره دي اللي هي الشوط الثاني من ثانويه عامه، بحيث ان انا احاول افرق عن زمايلي او حتى ابقى مع الناس اللي هي مستواها في الثانويه العامه احسن بكتير من ناس كتير. زي ما احنا بنقول كده ان انا مستوايا وليكن على قدي. طيب في ناس متفوقه جدا، يعني وليكن في ناس لو ذاكرت الدرس ده لو نامت عليه شهر الدرس لسه في دماغها، وفي ناس زي حالتنا الدرس نذاكره من هنا بالظبط 3 ايام، واحد دلوقتي يقول لي هم يومين تلاقي ان الدرس طار. طيب المفروض يا مستر انا اعمل ايه علشان اتساوى بالناس الكويسه جدا دي؟ لان الناس الكويسه جدا دي لما تيجي تراجع وليكن فيما بعد هتلاقي ان المراجعه بتاعتهم سلسه، لكن انت هتلاقي صعوبه شويه بظرف هو قدراتي كده، وانا بقول لك انا كنت زيك كده. طب الحل يا مستر المشكله دي ايه؟ اسمع كده بقى وركز معايا، والخطه دي تحطها في جيبك وتمشي بيها من بعد الفيديو ده. ركز معايا، حاول ان انت كل يوم حتى لو يومك في دروس كتير، تمام، حاول تضيف حاجه قديمه انت خدتها في اي ماده عندك، والحته دي انت واثق 90% يا اما انت ناسيها، او يا اما انت اصلا كنت مكروتها قبل كده، او يا اما انت اصلا حاسس كده. عارف انت لما تقول ايه؟ انا الباب الاول بتاع الفيزياء ده انا عارف لو جالي اي منه سؤال هضيع فيه، مش هعرف احله. كيرشوف ده لو جالي فيه سؤال هسيب السؤال ده. الحته دي في الكيمياء او الباب ده لو جالي انا مش هعرف احل فيه. في حاجات كده انت بتبقى عارفها بينك وبين نفسك، صح كده؟ روح للحته دي دلوقتي. اسالني كده ليه؟ لانك انت في اخر السنه اجباري قبل ما تمتحن ماده الكيمياء او الفيزياء او العربي او هترجع تروح للحتت دي وتراجعها، صح ولا ايه؟ امال قبل الامتحان مش حاجه اسمها مراجعه نهائيه؟ يا مستر، وانا رايح للحتت دي هتسبب لي مشاكل كتير، سواء وانا براجعها او جوه الامتحان، فهتاثر على مجموعي، صح كده؟ يا مستر. لكن انا لما اجي اراجعها دلوقتي وهاجي اراجعها في الفتره ان شاء الله الجايه لما المدرس يعمل لي امتحانات، وهاجي اراجعها في المراجعه النهائيه اللي هي قبل الماده بتاعتي بيوم ولا باتنين، هتلاقي الموضوع بقى سهل معاك. احنا عارفين اصلا لما بنيجي نذاكر الدرس ده اول مره غير تاني مره غير تالت مره غير رابع مره، حتى لو الفتره بين اول مره والتانيه كبيره جدا. فانا باجي اقول لك دلوقتي ايه؟ شوف الحاجات اللي انت واقعه منك، او الحاجات اللي هي صعبه في مذاكرتها، او الحاجات اللي هي خانقاك نفسيا اصلا في الماده دي، وخلصها دلوقتي. حرفيا هتفرق معاك جدا. يعني مثلا انا في الفيزياء مثلا وليكن الفصل الثالث ده عامل لي عقده، انت دلوقتي تقريبا في الفصل الثالث يعني، فانا خلاص قربت انهي في الفصل الثالث، والناس كلها شغاله في الفصل الثالث، والناس كلها بتحل في الفصل الثالث، وانا برضو معاهم. بس انا قلت علشان احسن من نفسي وافرق عن زمايلي اروح لاول الفصل الثالث واذاكر فيه وليكن درس ولا درسين، واحل عليه تاني سواء من نفس الكتاب او من كتاب تاني، مفيش اي مشكله. فرقت عن زمايلي؟ فرقت عن زمايلي. طيب انا دلوقتي يا مستر في الكيمياء زي الفل، بس انا الباب التاني ولا الفصل التاني ده عامل لي ايه؟ عقده في دماغي. انا فاكر ان هو عامل لي عقده في دماغي وعامل نفسي مش شايف. لا، ارجع له، لانك انت كده كده هترجع له قدام. لما تحط في يومك حتى لو يومك مزنوق، ما هو انت لو يومك كله دروس ومزنوق ما تحطش كم كبير قديم، علشان يعني من الاخر ما تعقدش نفسك. حط حته صغيره يا عم، حط حته انت شايف ان هي لو بس قعدت عليها وفهمتها هتحبها. لكن ما اجيش مثلا انا اليوم كله مليان دروس واروح حاطط باب فيزياء يروح قاطمني اجربها يوم المره الثانيه ما كملهاش. ليه؟ بحط حته انا حاببها. طب انا يا عم عندي النهارده اليوم بتاعي فاضي، اليوم بتاعي بس فيه درسين ولا حاجه، برجع بدري والدنيا فل الفل، اروح حاطط في ورقتي حاجه انا وليكن شايفها كبيره محتاجه وقت كبير سواء في الفهم او للحل، وحاول وانت بتراجع الايام دي، علشان لو انت كنتش بتعمل الموضوع ده قدام حاول وانت بتراجع راجع بالورقه والقلم. في ناس اصلا مش عارفه طريقه المراجعه ما ترجعش للفيديو. يعني انا مثلا راجل الباب الاول ولا الباب الثاني في اي ماده انا راجل خدتهم وفاهمهم بس نسيتهم، ما اروحش اجيب فيديو لنفس المستر بتاعي او مستر مختلف واسمع الباب من الاول. طب ليه؟ انت كده بتضيع وقت. اللي عليا ان
انا اجيب المصدر بتاعي بالورقه والقلم واذاكر وافهم لنفسي وكاني بشرح لنفسي واقول المستر كان هنا بقول خلي بالك الحته دي انا كنت كاتب فيها ملحوظه بتقول كذا وهكذا، وابدا احل الاسئله اللي هو حللها احلها بايدي، وابدا امسك كام سؤال في الكتاب كنت عامل عليهم علامه في اول السنه ان هم صعبين ارجع لهم تاني مفيش اي مشكله. هتلاقي نفسك فرحان لو انت حليت الاسئله دي، وهتلاقي نفسك برضو متضايق لو انت مش عارف تحل الاسئله دي وجيت بتبص على فكرتهم فعرفتهم فتقول ده انا كنت مقصر بجد في حقهم. هتلاقي نفسك ان شاء الله المره الثالثه ما بتقعش في الاسئله دي. فحاول تشغل جو المعافره وجو انك انت فعلا عاوز تفرق عن اي حد علشان تبقى مختلف وان شاء الله تجيب مجموع اعلى من اي حد. فزي ما بقول لك، وانت خلي بالك انت ما تفرقش عن اي حد تقول ده مجتهد انا مش مجتهد، لا انت عشان تبقى مجتهد ده بايدك مش بايد اي حد تاني. تمام، خلصنا يا مستر الحته دي وبدانا زي ما انت بتقول نضيف في اليوم الاجزاء اللي وليكن انا ناسيه، انا كنت عطلان فيها، ما حضرتهاش عند المدرس وهكذا. طب انا يا مستر لا فل الفل الحمد لله ومستواي زي الفل، ويعني بس حاجات كده صغيره كنت عاوز اراجعها وخلصتها. ايه يا مستر ما اعملش طريقتك دي؟ لا زيد، ابدا قول والله انا هرجع وليكن للدرس رقم فلان، طب انا رجعت له ومراجعه، ابدا احل. خلاص يا عم انت خلصت الحاجات يا عم ان انت خلاص شرحهم تمام وراجعت عليهم، ما حلش لا تحل. الناس اللي هي متاخره اللي هي مثلا عندها حاجات وقع منها كتير، هتلاقي الناس دي عمال تراجع زي ما انا بقول. انت راجل بسم الله ما شاء الله مظبط دنيتك، ما فاضلش غير انك انت تحل. ابدا حل من دلوقتي، ابدا حل من دلوقتي، بالعكس انت كده فرقت عن غيرك كتير. فتبدا انك انت تراجع على الدرس سريعا بما انك ان انت كويس جدا في الدرس ده وتحل. اياك اشوفك ان انت راح تحل على طول، هتروح تحل على طول وانت تمام التمام اصلا مراجع الدرس كده من اسبوع، هتلاقي نفسك ان انت عندك ضربات واقع منك فتفتكر ان انت واقع في الدرس ده، فنرجع لنفس المشكله اللي انت حاسس نفسك انك انت ضايع. لا انت مش ضايع، انت اللي ما راجعتش، لازم تراجع عشان تروح تحل، ما تحلش غير ما تراجع، وهكذا استمر على الموضوع ده. زي ما بقول لك خلي في يومك سواء يومك مليان دروس او مش مليان دروس، خلي في يومك حاجه من لنفسك. زي ما بقول كده كنت بقول لنفسي جدعانه مني كده، انت مش بتجيب على حد اصلا، ده كده كده مستقبلك، بس انت كنت بتقول كده ده من بص بقى مني ليها كده، انا هحط في الورقه الحاجتين دول لو خلصت منهم واحده ماشي، لو خلصتهم الاثنين كان بها. مش لازم تخلص الجدول بتاعك كله، لا بس انت تمشي، اهم حاجه تخلص حاجه اجباريه، حاجه من عندك، حاجه اجباريه، حاجه من عندك، حاجه اجباريه، تلاقي نفسك انجزت الورقه ان شاء الله. فوتت واحده من عندك مفيش اي مشكله، بس انت انجزت في يومك حاجه. يعني لو انا حاطط 3 من عندي او 2 من عندي وخلصت واحده، فانت عملت انجاز احسن من مفيش. اتمنى ان انت تمشي على الطريقه دي دلوقتي. خلاص هانت يا بطل، لسه ان شاء الله معاك وقت كبير، لو انت واقع مفيش اي مشكله، معاك شهر 2 و3 و4 و5 واعتقد ان انت بتمتحن في 6، يعني معاك وقت كبير جدا تقدر تغير من مستواك. والله تقدر تغير من مستواك، مش بقول لك كده وخلاص، لا انت تقدر تغير من مستواك دلوقتي. شد حيلك، اقفل على نفسك الفتره دي، قلل نومك الفترة دي، بس ما تقللهوش اللي هو ساعتين، لا قلله يا عم 5 ساعات مفيش أي مشكلة. قلل نومك الفترة دي، دوس على نفسك الفترة دي، حل واغلط الفترة دي. الفترة دي هي أهم فترة، اللي ذاكر من أول يوم في الثانوية وقصر الفترة دي هيقع، واللي ما ذاكرش من اول الثانويه بتاعته وشد على نفسه الفتره دي هتلاقي نفسه ربنا كرمه بمجموع. اما اللي ذاكر من اول يوم في الثانويه ومستمر، لا الراجل ده هيفرق معاه جدا جدا جدا. وممكن كمان يلحقوا الناس اللي هي بدات من دلوقتي. من كلمه بدات من دلوقتي اللي هو ما جابش الكتاب وبدا من دلوقتي، لا عنده اجزاء كتيره وقع، بس راجل في نفسه قال انا هبدا من دلوقتي وهدوس وقفل على نفسه، مش مجرد كلام، لا ده فعل. ربنا يوفقكم يا شباب. اتمنى ان انت تشير الفيديو ده لكل زمايلك وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفنا، واقول لك على الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله.